السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناة مطبخ سيداتي. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الكيك اللي كيجي ناجح 100%، طالع وهشيش بواحد المكون اللي كنضيفيه له اللي كيعطيه واحد الهشاشة كأنه مسقي وهو ما مسقيش. كنتمنى ان ينال اعجابكم، وكذلك واحد الصوص اللي سهلة وبسيطة كنتمنى انها تنال اعجابكم. بقاو معايا باش تعرفوا على المكونات والطريقة ديال التحضير. بالنسبة للمكونات، انا هنا عندي واحد 3 ديال البيضات كتشوفوا يكونوا من حراره المطبخ. عندي كاس الا ربع ديال السكر، كاس الا ربع ديال الزيت، وكاس الا ربع ديال الحليب. عندي 2 كيسان ديال الدقيق نوعيه ممتازه، 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر كذلك من الافضل يكون نوعيه ممتازه. وعندي هنايا 2 ساشيات ديال الخمارات بيكين باودر 8 غرام وفانيلا. كذلك عندي المكون اللي قلت لكم كنضيف اللي هو الفلون. هنا عندي فلون ديال الشكلاط اللي ممكن نعوضوه فلون كراميل اللي كتفضلوا. صراحه كيعطي واحد الهشاشه للكيك وكيجي ناجح 100%. غادي نجيب واحد الكيناء اللي غنخلط فيه هاد المكونات ديال الكيك. غادي نوضع فيه داك الكاس الا ربع ديال السكر حبيبات، وما تنساوش القبصه ديال الملح لتعديل الذوق. كذلك كنضيف ديك الساشي ديال الفاني ودوك 3 ديال البيضات. من الافضل انهم يكونوا بحراره المطبخ ويكونوش صغار بزاف. الا كانوا صغار ديروا 4 ديال البيضات، الا كانوا صغار بزاف ديروا 4 البيضات. كانوا يعني الحجم متوسط او كبير يعني عادي 3 ديال البيضات كافيين. انا غنخلطهم بهذا الطراب الكهربائي. ممكن انكم تخلطوا بالطراب اليدوي اولا ديروا في الكاس ديال الخلاط ديال كاس ديال المولينيكس الخلاط الكهربائي. المهم انكم تطربوه حتى يولي اللون ديالو على هذا الشكل ابيض. طربوه مزيان. من بعد ما كنطرب هذا البيض والسكر كنحيد هذا الطراب الكهربائي، وغادا دابا غنخدم غير الطراب اليدوي. غادي نضيف الزيت وغادي نخلط غير واحد الخلطه خفيفه. يعني من بعد ما كنخلطوا البيض والسكر مزيان حتى كيتبدل اللون ديالو، من بعد كنخدموا غير الطراب اليدوي. كنضيف المكونات وكنخلط يعني التخليطه غير بسيطه، ما تخلطوش بزاف. ضفت كاس الا ربع ديال الزيت وكاس الا ربع ديال الحليب. دابا غادي نضيف داك الساشي ديال الفلون، عفوا ديال كيلو درهم ونص، يعني بدون سكر. تشوفوا غادي نحاول نخلطو مزيان. كي قلت لكم ممكن تعوضوه بالفلون ديال الكراميل، حتى هو صراحه كيجي المذاق ديالو زوين كيتواتى مع الشكلاط. هنا كي كتشوفوا بعد ما خلطت السوائل كاملين، دابا غادي ندوز باش نضيف الدقيق والكاكاو والخمارات. غادي نجيب واحد الصفاي غنوضع فيه دوك 2 معالق كبار ديال الكاكاو. من الافضل ديروا الكاكاو نوعيه ممتازه كيعطينا اللون وحتى المذاق كيكون زوين. كنضيف كاس ديال السكر حبيبات، وكنضيف 2 ساشيات ديال خميره الحلويات، وغادي نغربلهم مزيان. كي كتشوفوا كيبقاو الحبيبات ديال الكاكاو ضروري انكم تغربلوهم. غادي نخلط هاد المكونات، ومن بعد داك الكاس الثاني اللي بقى لي ديال الدقيق، يعني واخا راني يعني عندي العبار ديال الدقيق مضبوط، رغم ذلك كنضيف يعني الكاس الثاني ما كنضيفوش دفعه واحده. يعني كنضيف وانا كنخلط باش كنتحكم في القوام ديال الكيك. من الافضل باش ما تقصحش معنا الكيك. كتشوفوا انا خلطت الكاس الاول، دابا غادي نضيف الكاس الثاني، غادي نضيف النصف ديالو وغنخلط، وغادي من بعد غنضيف الكاس نصف الكاس الثاني. يعني مازال الكيك مازال خاصه الدقيق. غادي نضيف داكشي اللي بقى ديال الدقيق عندي، يعني المجموع هزت لي 2 كيسان ديال الدقيق يعني تماما. وبالنسبه للكاس، اي كاس عبرتوا به الدقيق نفس الكاس عبروا به، يعني كاس واحد عبروا به جميع المكونات نفس العبار ديال الكاس. كتشوفوا هنا من بعد ما خلطتها مزيان كتشوفوا الكيك ديالنا ماشي خفيف، حيت لا بقات القوام خفيف ما كتطلعش معها، كتطلع وكتعاود تهبط الكيكه. من الافضل انها تكون ماشي خفيفه بزاف وما تكونش كذلك دقيقه بلا قياس. يعني هذا هو القوام ديال الكيك ديالنا. نتوما غادي تشوفوا يعني ما كتكونش خفيفه وفي نفس الوقت ما تقصحوهاش بزاف. دابا غادي نجيب المول اللي غندخل الفرن. انا درت هذا المول هذا، غادي دهنته بالقليل من الزبده ورشته بالدقيق. غنصب فيه الخليط ديال الكيك ديالي. في هذا الاثناء انا راني شاعله الفرن يعني على 180 درجه. الا كان الفرن غازي النار تكون متوسطه، ما تكونش مهيله بزاف، يعني شويه ما تنقصوهاش بزاف. كنديروا من تنشعل النار من التحت ونخليها حتى كطيب لي الكيك ديالي، عاد كنشعل عليها من الفوق. ودابا
هذه الكيك ديالي من بعد ما طابت كي كتشوفوا صراحه كتجي طالعه وزوينه وهشيشه بحال اللي راكم ساقينه وهي ما مسقيه ما والو. كي كتشوفوا راه مازال سخونه عاد خرجتها من الفرن. غادا نصفي هاد الشبكه هذه ونخليها حتى تبرد ليا. غطيتها بمنديل باش ما تيبش. هنا عندي 12 قطعه ديال الشكلاط كالا. غنضيف لهم واحد دانون ديال الشكلاط. نضعهم فوق النار على ما يذوب لي الشكلاط ويولي لي ويشكل على الصوص. كتشوفوا على هذا الشكل هذا صراحه كي الصوص كتجي زوينه وسهله اللي كتوجد معنا بسرعه. غادي نحاول نغطي الوجه ديال الكيك ديالي كامل بهذا الصوص. يعني كي كتشوفوا الكيك ديالي جات طالعه وهشيشه يا البنات، غير جربوها ما غتندموش عليها. غنحاول نغطي غير الوجه ديالها والجوانب، يعني كنخلي غير داكشي اللي هبط من الجناب وصافي، يعني ما كندهناش كامله، يعني كنغطي غير الوجه ديال الكيك على هذا الشكل هذا. جربوا هذا الكيك راكم ما غتندموش عليها، كتجي سهله وزوينه والمذاق ديالها صراحه هائل. غنستمر هكا حتى غادي نخوي ديك لاصوص كلها اللي عندي، ديك الصوص فوق الكيك ديالي. من بعد غانا شديت واحد الشكلاطات، يعني شي 3 ديال الشكلاطات، وحاولت نحكم غير هكا بالسكين، يعني ماشي بالحكاك، غير بالسكين كنجردهم. وغادي نزين بهم الوجه ديال الكيك ديالي. كتشوفوا الصراحه التزيين بسيط والتزيين كيبقى اختياري، يعني اللي متوفر عندكم في المنزل استعملوه، ما تقيدوش بهادشي اللي درت انا. يعني الاساس هو الكيك، اما التزيين يعني كيبقى اختياري. كتشوفوا هذا هو الكيك ديالنا كيجي زوين بزاف. كنتمنى انه ينال اعجابكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.